اهلا بكم من جديد في فيديو هنعرض فيه اسعار البصل. وطبعا الناس اللي بتسأل هل البصل هيرخص او ايه الحكاية بتاع البصل، هنتابع ونشوف ايه الحكاية بالظبط. بس اهم حاجة تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد. قلنا يا جماعة قبل كده انت لما تعمل لايك او تشترك في القناة او تكتب تعليق، فاليوتيوب تاني يوم بيعرض لك اسعار الخضار من قناتنا او اي قناة اخرى، بيحاول ان هو يعرض لك المحتوى اللي انت مهتم بيه، فالتفاعل ده ليك انت باللايك والاشتراك. طيب ايه حكاية البصل؟ البصل طبعا يا جماعة كلنا عارفين ان البصل كل يوم في الزيادة كل يوم في الزيادة، ولكن حان الوقت ان هو اسعاره تنخفض. يعني البصل الاحمر النهاردة في سوق العبور للجملة اسعاره انخفضت. البصل الاحمر اسعاره انخفضت، والبصل الجديد يا جماعة برضو اسعاره انخفضت. ولكن في حاجة مهمة برضو للمستهلكين، يعني بنقولها في كل فيديو عشان نفيد المشاهد. البصل الجديد ما ينفعش تخزنه، اللي هو حاليا اللي موجود حاليا. والبصل القديم برضو ما ينفعش تشتري تخزنه، يعني ما ينفعش تاخد شكارة او شكارتين تقول اخزنهم، لا، هيبتدي ان هو يزرع. والبصل الجديد جاي مزرع جاهز على طول. فالجديد استعمال يومي، والقديم حاليا اشتري استعمالك اليوم فقط لا غير، او لمدة اسبوع 10 ايام. انما تخزين يقعد فترة لا. طب ميعاد التخزين قلنا في شهر 3 لما يطلع البصل الاحمر الجديد، ابقى ابتدي خزن بصل براحتك. عايز تخزن 5 شكاير 10 شكاير، اللي انت عايز تخزنه خزنه براحتك. طيب الاسعار النهاردة بتاعة البصل. طيب ولكن قبل ما نعرض الاسعار، الناس اللي بتسأل هل البصل هينخفض، البصل فعلا هينخفض، وابتدى ان هو ينخفض حاليا. البصل هينخفض اكتر واكتر كمان، وابتدى يعني من النهاردة البصل ابتدى ان هو ينخفض. يعني البصل الاحمر في بعض التجار في سوق العبور بتقول والله يعني في ناس بتحكي في 25 جنيه في البصل و26، ده بالنسبة للبصل. وفي 23 جنيه في البصل الاحمر القديم اللي هو كان اول امبارح وامبارح وصل 33 جنيه. النهاردة في بعض التجار في سوق العبور بتقول 25 26 وفي 23. طيب هل هيسمع في سوق التجزئة دلوقتي؟ لا طبعا. معاك يعني اول ما يتباع ب25 في سوق العبور، معاك يومين او 3 على ما يسمع بره طبعا في سوق التجزئة، لان في ناس مشترية بصل من ايام ما كان غالي واسعار بيبيع بسعر غالي، هو ملوش دعوة. ولكن لو حصل معاه العكس بيبيع برضه بسعر عالي. المهم اسعار البصل الجديد في سوق العبور، في طبعا ناس بتحكي 14 لحد 16 و15 جنيه بعد ما كان 18 و20. في يعني النهارده من 14 لحد 16 جنيه و15 جنيه حسب الجودة. شكرا لكل من عمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وانتظروا المزيد، بنحاول نفيدكم بكل فيديوهاتنا.